سمعت قبل كده قصة عن راجل في القرن 16 من الحرس الجمهوري النمساوي. بيحكي انه نام في ليلة، كان مزارع فرنسي في القرن العاشر، وصحى لقى نفسه من الحرس الجمهوري النمساوي، وكمان بعد 600 سنة. فالموضوع غريب، وحتى يعني لو جيت تفكر في الموضوع هتقول كده ده كذاب او مغفل او ادعاء كاذب. ولو حتى حاولت تمنطقها هتبص للموضوع، يعني هتقول مثلا ممكن ده ساحر او دجال. دي الطريقه اللي هتبص بيها للجدع ده. فسواء انت بصيت له كده او لا، فاوروبا في الفتره دي بصيت له كده، وتم اعدامه بتهمه السحر والدجل زي اي حد بيطلع بادعاءات زي دي في اوروبا في الوقت ده. بس دي مش قصتنا. السؤال بتاعنا هو فعلا ممكن نسافر عبر الزمن؟ لو استندنا لقول العبقري ألبرت أينشتاين time is relative، أي إن الزمن نسبي. خلينا أشرحها لك. معنى إن هو يقول إن الزمن نسبي إن الزمن مش بيعدي علينا كلها بنفس الشكل. يعني خلينا نفترض إن أنت بتمشي في شارع، الشارع ده أنت بتقطعه في ساعة مشي. لو ركبت عربية هتقطعه في تلت ساعة بس. هو في الحالتين أنت قطعت الشارع، لكن في حالة واحدة من الاتنين الزمن عدى عليك أسرع من الحالة التانية، وهي الحالة اللي أنت راكب فيها العربية. واللي بيحكم العملية دي هو أهم عامل في المعادلة، وهو السرعة. بالتبعية على المبدأ ده، فكل ما نوصل لسرعات أعلى الوقت بيعدي علينا بطريقة ما أبطأ. ففي حالة ممكن نوصل لها، نوصل في السرعة لأن الوقت يقف. أقول لك والسرعة دي اسمها سرعة الضوء. هو طبعا الوصول لسرعة الضوء صعب جدا وشبه مستحيل، لأن في شروط كتير عشان تعرف توصل له. ان انت توصل لسرعه الضوء انت محتاج مثلا ان انت تكون مالكش وزن، بتلعب في حته ان انت موجات وحاجات كتير من ده. الوصول لسرعه الضوء في حد ذاته صعب، بس كافتراضيه ونظريا ما اظنش ان هو مستحيل، وده شيء كبير جدا. الاقي حد دلوقتي بيسالني طب يا اسطى ايه دخل ده بالسفر عبر الزمن؟ خليني اشرح لك يا عزيزي، تلاقيك مش مستوعب مدى اهميه اللي احنا وصلنا له. معنى ان احنا قدرنا نحول حاله الوقت من ان احنا بنمشي فيه وبيتحرك معانا لقدام ان احنا نستخدم السرعه علشان نوقف مرور الوقت علينا، دي حاجه ثوريه. فمعنى ان احنا قدرنا نوقف الوقت في اطار اننا بنسافر بسرعه الضوء، فهل ده معناه اننا لو كسرنا سرعه الضوء هنبدا نرجع لورا؟ ونظريا الاجابه اسمع دلوقتي حد بيقول لي يا اسطى سرعه الضوء ايه اللي احنا نوصل لها واحنا وصلنا لسرعه الصوت؟ حابب اقول لك وصلنا لها. في اليابان في قطوره للاستخدام المدني العادي بتسافر بسرعه الصوت، ففي تقديري الشخصي سرعه الضوء مش بعيده خالص. دلوقتي خلينا نضرب مثال غريب شويه. انت دلوقتي كنت ماشي في الشارع عادي وفجاه شفت كلب بيتبول، والكلب البيتبول ده بدا يهوهو عليك ويجري وراك، فانت فتحت سبرنت جامد قوي وبدات توصل لسرعه الصوت وتكسرها وتعديها، وتوصل لسرعه الضوء وتكسرها وتعديها، وتلعب في الوقت الضايع مع نفسك وتفضل تزود في السرعه لحد ما فجأة صوت الكلب ده بيروح، فبتقرر ان انت تقف. لقيت نفسك في مصر في مطلع القرن 19 ومحمد علي لسه في قلعة الجبل هناك وبيدير شؤون البلاد، فبتتمشى في شوارع القاهرة الجميلة وبتروح المعز وخان الخليلي، وممكن مثلا تشتري لك فيلا في وسط البلد ايام ما كانت لسه صحراء، او حتى تروح تشتري حتة الارض اللي اتبنى فيها ميدان التحرير وتسميه ميدان مدحت مثلا. عندك اوبشنات كتير، لكن بتتفاجئ بحاجة غريبة، ان الرونق اللي انت متعود عليه ده مش قادر تشوفه في كل حاجة. يعني مثلا لو جيت تاخد لك كروز في النيل هتلاقي جوز بهايم مرميين في النيل، او مثلا تروح قريه في الدلتا او في وادي النيل تلاقي مثلا بني ادم رجله بتاكله، فيروح للحكيمه، فالحكيمه تقول ده ابليس في رجل البني ادم ده ولازم تتقطع. فالراجل اللي الرعب قتله وقال خلاص رجله ما عادتش بتاكله، اهل القريه كلهم بلا تردد بيشدوه ويودوا رجله عشان تتقطع. زمان كان في عيوب تانية موجوده مش كلنا بنسمع عنها، فانت هتلاقي نفسك مستغرب من الحاجات دي ومن المواقف دي رغم الرونق والجمال والثقافه اللي كنا فيهم زمان، الا ان انت مش دايما بتوصلك الصوره الكامله عن الزمن او العصر ده، لان انت مش دايما هتلاقي المؤرخ اللي قادر يوصف لك الفتره بتفاصيلها وبعيوبها وبمساوئها وبمميزاتها. دلوقتي بعد ما خلصت لف في شوارع القاهرة لحد ما زهقت منها، الليل يطب عليك وبالصدفة بتلاقي نفسك ورا مصنع الكراسي،
وسبحان الله بينط لك بني ادم في ايده طبنجه حلوان، واكيد مش بيسلم عليك يعني بيثبتك. بس قبل ما تطلع باللي في جيبك بتستعين بافلام محمد رمضان وخبرتك الواسعه في فيديوهات الدفاع عن النفس بتاعت التيك توك وحركاتك الرشيقه المرنه، وتقوم ناطط وساحب الطبنجه من ايد اللي بيثبتك وتقوم مثبته هو بيها وكمان ضربه بالنار، فبيقع ميت. وبتطلع بقى انت الورق اللي معاه على اعتبار يعني ان هو معاه فلوس تذكر يعني، فبتلاقي الورق بتاع الهويه بتاعته، فبتبص له وبتتفاجئ، وبتقوم بطلع بطاقتك وباصص فيها وبتتفاجئ اكتر، لان انت بتكتشف اللي قتلته ده هو جدك. اهلا بيك، اديك اتعرفت على ما يعرف باسم The Grandfather Paradox او معضلة الجد. طبعا يعني with all due respect انا مش قصدي اقول ان جده كان بيثبت الناس ورا مصنع الكراسي زمان، لكن معلش يعني القدرات العالية على سحب الطبنجة دي ما كانتش هتيجي من فراغ. الفكرة زي ما شرحتها لك، اللي هو ان انت ترجع في الزمن وتقتل جدك. والله بص، في نظريتين بيحاولوا يفسروا المعضلة دي. اول نظرية هي نظرية افنجرز اند جيم، اللي شرحت لك ببساطة ان الزمن هو خط واحد بالنسبة للي بيسافر عبر الزمن. بمعنى ان انت مثلا لو سافرت من الحاضر للماضي، فالحاضر بيبقى الماضي بالنسبة لك، والماضي بيبقى المستقبل بتاعك. فاي حاجة بتعملها في الماضي مش بتأثر على ماضيك انت، لان انت الخط بتاعك زي ما هو سليم من الاول. حاول تستوعبها معايا بالراحة. يعني انت دلوقتي لما بتاخد بعضك في الحاضر وبتسافر للماضي، اي حاجة هتحصل في الماضي ده مش هتأثر عليك انت، لان انت شخصيا بقيت جزء من الماضي ده، لان خط الزمن واحد مفيش خطوط متكررة. فلو انت قتلت جدك لما تسافر عبر الزمن للماضي فانت مش هتتأثر، بس النسخة اللي هتيجي منك في الخط الزمني بتاع جدك هي اللي مش هتيجي، لان جدك اتوفى. دي النظرية الاولى. النظرية التانية بقى بتقول ايه؟ ان الزمن فعلا خطوط ثابتة، واللي بيسافر من خط للتاني. فده معناه ان انت هتحول كده لخط المرج حلوان، ان انت لو سافرت من الحاضر للماضي فاي حاجة هتعملها في الماضي هيكون لها تأثير بشكل او باخر في الحاضر. زي فيلم سمير وشهير وبهية. بناء على النظرية دي، انت لو رجعت للماضي ودورت على جدك ولقيته وسحبت مسدس وضربت جدك بالنار، جدك مش هيتوفى، لانه لو توفى مش هيخلف والدك، ووالدك مش هيخلفك، وانت مش هترجع للماضي ومش هتدور على جدك ومش هتلاقيه ومش هتضربه بالنار. فده وجهة نظر النظرية دي بالنسبة للمسألة. هو اي نعم في وجهتين نظر، بس للأسف مفيش حل ثابت، وهيبقى الموضوع معلق لحد ما نلاقي الشخص الفاجر القادر اللي مستعد انه يضرب جده بالنار عشان يعرف الحل. انا عارف ان انا عرفتك معايا كل النظريات دي، لكن صدقني بجد دي الاخيرة. دلوقتي انت لو تقدر فعلا ترجع في الماضي وتنبه مثلا سيف الدين قطز من اللي بيبرس ناوي يعملوا فيه، او ترجع مثلا لسليمان الحلبي وتنبهه من الخازوق، او ترجع للارشيدوق النمساوي فرانس فرديناند وتقفل الحاره الغلط اللي السواق بتاعه دخل فيها، او ترجع للورد روتشيلد وتمنع تصريح بلفور، هل فعلا هتغير؟ انا مش عايز اجزم ان الموقف هيكون ايجابي او سلبي. يعني مثلا احداث زي اعتلاء بيبرس عرش مصر، او تولي مينو قياده الحمله الفرنسيه، او حتى قيام الحرب العالميه الاولى، او منع الاحتلال الصهيوني لفلسطين، دي كلها احداث من الايجابي والسلبي. حتى لو انت في ايدك القدره ان انت تغير فيهم، هل فعلا هتغير؟ والله افترض الرد الجميل على التساؤل ده هو قول سيدنا عمر: لو عرضت عليكم الاقدار لاخترتم قدر الله لكم. لكن برضو السؤال لازال في دماغي، لو انت تقدر ترجع في الزمن وتغير، هل هتغير؟